السلام عليكم. دابا بزاف ديال الناس كيسولوا شنو واقع في المكسيك، علاش كاين هاد العنف كامل. في هاد الفيديو غادي نعاود لكم ببساطه شنو واقع دابا في المكسيك، اسباب، شنو ممكن يوقع من بعد. خليكم معايا. تخيلوا معايا المكسيك من سنين وهي كتعيش مشاكل كبيره مع عصابات المخدرات. هاد العصابات ماشي غير كتبيع مخدرات وصافي، ولكن كتسيطر على مناطق، طرق، مدن كاملة، مسيطرة على كل شيء. الدولة ديما كتدخل في الصراع، وهادشي كيدير توتر وعنف واحتجاجات من وقت لوقت. الناس ما عايشاش في امان، ديما كاينين المشاكل. على حسب الاخبار الاخيرة وقعت عملية امنية كبيرة ضد واحد من كبار زعماء هذوك العصابات، يعني الريوسة الكبار. هنا غادي خلينا نطرحوا السؤال ديال شكون هو الزعيم العصابة اللي ناضت عليه هاد الروينة ودرت عليه هاد العملية الأمنية الكبيرة. هنا كنهضروا على نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس، المعروف بإلمينتشو. كان زعيم واحد من أخطر وأشرس عصابات المخدرات في المكسيك، في خالسيكو. سميت هذيك العصابة نيو جينيريشن كارتيل. هي العصابة اللي كانت معروفة بالعنف، السيطرة، تجارة المخدرات وأي حاجة بغيتي، وحتى على أجزاء من بعض المدن كانت هي المسيطرة. وبغيت نشير لواحد نقطة مهمة، هو هاد العصابة متورطة في صراعات عنيفة مع الجيش، الشرطة، هادي سنين والفترة طويلة. الفوضى بالضبط غادي تبدا في بداية الأسبوع. القوات المكسيكية غادي تشن عملية كبيرة في ولاية خالسيكو، تبادل نار شديد بين الجيش وعناصر العصابات. في النهاية شنو غادي يوقع؟ الزعيم المانجو تقتل أثناء محاولته الفرار، ولا ملي كانوا باغيين يهربوه. الحكومة قالت العملية كانت دقيقة باش يتحيد واحد من أكبر مصادر العنف في المكسيك. العصابة غتسكت؟ بيان سور كلا. من بعد مباشرة إعلان ديال الموت ديالو، العصابة ردوا بشكل سريع وعنيف ما تتصورش. غيبداو الطوموبيلات يتحرقوا، الحافلات غادي يديروا حواجز ديال النار، اطلاق النار في مناطق عديدة، غادي يهجموا على مؤسسات امنية. الحكومة هنا غادي تتحرك باش ترد الامن وتحد من الفوضى. غادي تصيفط الاف الجنود والمدرعات للمدن اللي فيها داك التوتر. القوات دابا كتراقب الشوارع وكتحاول توقف دوك الهجمات وتفرض النظام. هاد الاحداث بيان سور ما كانش بلا تاثير على الناس العاديين مساكن اللي ما عندهم حتى شي ذنب. مدارس غادي تسد مؤقتا، الشوارع غادي تخوى، نصائح للسياح يبقاو داخل اللوطيلات وسادين عليهم، بعض الرحلات تأجلت بسبب ديك الفوضى. باش نفهموا تأثير هاد الأحداث خاصنا نعرفوا أن الحرب المكسيك ضد عصابات المخدرات طويلة ومعقدة. زعما القتل ديال زعيم كبير ما كيحلش المشاكل نهائيا، ولكن غادي يعكس داكشي، ممكن يزيد توتر في المدى القصير. هاد الأحداث مهمة بزاف لأنها كتأثر على حياة ملايين الناس في المكسيك، على السياحة، الاقتصاد، وزيد وزيد وزيد. طب السؤال اللي مطرح هو واش هاد العنف غادي يحبس؟ غادي يتكالما ولا عاد ما غادي يزيد يتعمق داك الصراع؟ مازال الوقت باش نعرفه. بعد الإعلان ديال الخسائر والإحصائيات من طرف الحكومة بين بأن كانوا قتلى في العنف أكثر من 70 شخص، منهم 25 عناصر الأمن وبزاف ديال المشتبه فيهم. حوادث خطف سجناء بعد هجوم على سجن في منطقة الجوار، وانتشار الجيش بقوة في الشوارع لمحاولة السيطرة على الوضع. الأسئلة كثيرة والأجوبة لحد الآن بقى ما كايناش. واش المكسيك غادي ترجع للهدوء، ولا هاد الأحداث غير بداية ديال مرحلة صعيبة أخرى؟ الأكيد واللي تأكدنا منه هو أن الشعب المكسيكي كيعاني بزاف من هاد الصراعات، والأيام الجاية هي اللي غادي تبين شنو غادي يوقع. أنا سكرت ستوريز بالعربي، وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك، شاركوا مع أصحابكم وكتبوا لي في التعاليق شنو رأيكم في هذا الموضوع.